لو النمل نقص الأرض غادي تمرض. السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. اليوم بغيت نهضر معكم على مخلوق صغير لكن قيمته في الأرض كبيرة بزاف. واحد الحشرة اللي كنشوفوها في كل مكان، في الحديقة، في الدار، حتى في المطبخ. كنحسبوها غير مزعجة، ولكن واش جربتي تخيل الأرض بلا نمل؟ أنا كنهضر على النمل. أنت شنو هي النمل بالضبط؟ النمل راه نوع من الحشرات كينتمي لفصيلات فورميسيدي. كاين منهم أكثر من 12,000 نوع معروف، وربما كاين أكثر اللي مازال ما تكتشفوش. كيعيشوا في مستعمرات منظمة بحال مملكة صغيرة، وكل فرد فيها عنده وظيفة محددة. الملكة كتبيض وكتنظم المجتمع، العاملات كيهزوا الماكلة، كيبنيو الأعشاش، كيربيو الصغار. الذكور الدور ديالهم الوحيد هو التزاوج. كيفاش كيعيشوا؟ النمل كيعيش في كولوني بحال مدينة تحت الأرض. كاين شبكة من الأنفاق، الغرف والممرات. عندهم بلاصة يخزنوا فيها الماكلة، بلاصة للتكاثر، بلاصة للراحة. عندهم نظام تواصل جد متطور، ماشي بالصوت ولكن بالروائح الكيميائية والحركات. نملة تمشي في طريق وتخلي رائحة باش يجي وراها الآخرين. واش عرفت؟ نملة واحدة تقدر تجر جيش كامل بلا ما تهدر، غير بالفيرمونات. قوة خارقة في الجسم الصغير. النملة تقدر تهز وزن 50 مرة أكثر من وزنها. يعني تخيل معايا نملة صغيرة كتهز شي حاجة قدها 50 مرة وكتجري بها في الرمل بلا كلل. سبحان الله. شنو الدور ديال النمل في الطبيعة؟ هنا كاين السر الخطير. النمل ماشي غير حشرة، بل ركيزة أساسية للنظام البيئي. كيهوي التربة، كيجعل الهواء والرطوبة يدخلوا، وهكا النباتات كتنفس وتنمو. كيحلل المواد العضوية، ياكلوا الجتات الصغيرة، الأوراق الميتة، بقايا النباتات، هكا الأرض تبقى نظيفة. كيحارب الحشرات الضارة، كيهجم على يرقات الذباب، الباعوض وحتى النمل الغازي. كيساهم في تلقيح النباتات. بعض أنواع النمل كيعاون الصغور باش تتلقح بحال النحل. كيخزن البذور، كيدفنها بلا ما يقصد، وهكا كيساعد في زرع نباتات جديدة. شنو يوقع إلى النمل بدا كينقرض أو نقص بزاف؟ هنا الكارثة. أولا خصوبة التربة غادي تنقص. النمل كيهوي التربة وكيخلي فيها مسامات للهواء والماء. بالآه الأرض تولي صلبة يابسة والنباتات تموت. ثانيا الحشرات الضارة غادي تتكاثر. بزاف الحشرات الضارة كان النمل كيحاربها. ثالثا النفايات العضوية ما غاديش تحلل مزيان. جتت الحشرات، بقايا الأوراق وحتى البذور كلها غادي تبقى في الأرض وتتخمر وتلوث التربة. رابعا قلة تلقيح النباتات. بعض الأزهار معولة على النبل باش تنقل حبوب اللقاح، بلاه بعض النباتات غادي تنقرض. خامسا الطيور الحيوانات غادي يجوعوا. النمل هو غذاء رئيسي ديال الطيور، زواحف وبعض الثدييات. اختفاء النمل يساوي سلسلة غذائية تنهار. واش يمكن تكون عنده آثار اقتصادية؟ بطبيعة الحال. الفلاحة، الإنتاج يقل، التربة تتعب والأسعار ترتفع. الصحة، انتشار الحشرات الضارة يزيد من الأمراض. الصيد البحري، حتى الأنهار تأثر من المواد العضوية المتراكمة. مثلا دراسة في هارفارد يونيفرسيتي بينت أن اختفاء النمل من منطقة في أستراليا سبب فوضى في النظام البيئي، واضطروا يستعملوا مبيدات بكميات هائلة، وهذا كلفهم ملايين الدولارات. المصدر Harvard Museum of Comparative Zoology and Biodiversity. الإعجاز القرآني. القرآن تحدث على النمل بواحد الطريقة رائعة. واش شي نملة كتفكر وتحضر وتتكلم وتخطط؟ إيه، العلم أثبت هذا الشيء. النمل راه ماشي حشرة مزعجة خصنا نرشوها ونقتلوها فقط. راها عامل نظافة، فلاح تحت الأرض ومجاهد كيخدم بدون ملل. لو نقص عدده بزاف، أولا التربة تموت، ثانيا الحشرات تنتشر، ثالثا المحاصيل تقل، رابعا الحيوانات تجوع، وخامسا الكرة الأرضية تخنق ببطء.